الإمام علي وهو علي بن أبي طالب يقول إنما هي نفسي أروضها على التقوى. ويقعد يقولها إحنا إلى متى نظل هيك؟ الناس تكاملت وإحنا بعدنا نسولف يمتى نخلص من هاي ويمتى نخلص من ذيك. الناس بلغت مقامات عالية، وأنا بعدني أصلي صلاة الليل يوم و5 أيام ما أصليها، أقرأ قرآن يوم و20 يوم ما أقرأ، أترك هذا الذنب أطيح بهذا الذنب. إلى متى؟ صايرة أحيانا واحد نفسه مثل الفرس الجموح المالها الجام. الفرس إذا إلها الجام يقولون المهرب خيالها، الفرس إذا إلها الجام ما تمشي منا، بس الصاعد لفرس ما عليها سرج وما بيها الجام، مرة ذبة بالطين ومرة ذبة بالماء ومرة تركض بي ومرة توقف بي ومرة تقلبه. النفس هيك هاي سالفتها، مرة تخليه على راحته تصير متدين كلش طيحته، مرة ذبة بالشهوة ومرة ذبة بالوهم ومرة ذبة بالغضب ومرة وليش ولا متى يعني إذا ما قدرت لها وأنا شاب يمتى أقدر لها بعد؟ عود من نكبر الإنسان من يكبر هم مرات يتعب. أبنيها على إيدي، يوم أعلمها صلاة على محمد وآل محمد 100 مرة، وثاني يوم أعلمها تقرأ صفحتين من القرآن، وثالث يوم أزيد شوية، ورابع يوم أخذها للحسين أقول بلكة الطيبة هاي مريضة، ويوم أخذها للإمام القاسم، ويوم أخذها للمجلس، وأربيها شلون نحات. شايفين إخواني دول الفنانين اللي ينحتون قدامه هذا النحت، ويوميا يجي يضيف له فد لمسة لما يطلع فد تمثال هاي أخت هاي هذا تمثالك. انت صير رسام روحك، انصب اللوحة مالتك وارسم بريشة المراقبة، بريشة التربية، واطلبوا العون من محمد وآل محمد. قلهم عينوني، قلهم خذوني.